المشاهد اللي انت شايفها قدامك دي مشاهد حقيقية مش مجرد مشهد في فيلم. ولو انت حسيت بالزلزال امبارح فالفيديو ده ليك، ولو ما حسيتش بيه فتعالى اقعد جنب اخوك عشان هتسمع حاجات وهتشوف حاجات في الفيديو ده غريبة جدا، وهتعرف ايه اللي حصل ليك وانت كنت مغيب تماما ونايم. صحينا الصبح كلنا على خبر غريب الساعة 2 ل 10 بالليل حصل، وهو كان زلزال حصل في مصر وناس كتير جدا حست بيه، بس في ناس اكتر ما حستش بيه واتفاجئت بالاخبار على السوشيال ميديا كلها بتتكلم انه في زلزال يا جماعه، والناس كلها حست بزلزال وكان زلزال قوي، وكل الناس فجاه لقت البيوت بتاعتها بتتحرك. الزلزال حصل الساعه 1:51 دقيقه صباحا، يعني معظم الناس كانت نايمه، لكن اللي كان صاحي كان يا ويله في الفتره دي لانه حس بحاجات في ناس كتير كانت اول مره تحس بيها. الزلزال حصل وقوته 6.1 لحد 6.3 ريختر، يعني كان زلزال من متوسط لقوي شويه، وعشان كده ناس كتير حست بيه. والزلزال ده حصل في شرق جزيره كريت، وهي جزيره يونانيه وموجوده على سواحل البحر المتوسط، وعشان كده حسينا بيها رغم انه كان على عمق كبير قوي حوالي 76 كيلومتر، وعلى الرغم من ده حسينا بالقوه اللي حسينا بيها. وحصل من ضمن قوس اسمه قوس الانديز، وهو من ضمن اعزام زلازل شرق البحر المتوسط، وعشان كده احنا حسينا بيه وحسينا بيه بشكل قوي، وبالذات السواحل والقاهره والجيزه والدلتا حسوا بالزلزال ده كويس قوي. بس الجزيره دي على بعد 400 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط المصري، وقوه الزلزال اللي كانت 6 ريختر او 6.3 ريختر خلت ناس كتير تصحى من نومها او تحس بيه لو كانت صاحيه، وناس كتير بدات ترجع للتنبؤات بتاعه العالم الهولندي اللي كان بيتكلم في بعض الاوقات انه هيحصل زلازل في مصر، وعشان كده الناس قلقت. بس تم سؤال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكيه، اللي اكد ان الزلزال ده فعلا كان زلزال قوي على مصر، بس في نفس الوقت ما سببش اي اضرار في البنيه التحتيه لاي حد. يعني الزلزال ممكن اي حد يحس بيه، لكن ما حصلش خسائر سواء بشريه او في المباني بسبب الزلزال ده. ولما اتسال عن التوابع اللي الناس كلها اتكلمت عليها واتكلموا ان في توابع حصلت بعدها، قال فعلا ان في توابع حصلت بس قوتها ما عدتش الا 4 ريختر، وعشان كده ناس كتير جدا ما حستش بيها. واما بالنسبه لمنطقه حزام الزلازل اللي موجوده في المنطقه دي وعشان كده احنا بنحس بيها من فتره للتانيه، فهي لحد ما امان على مصر وما فيهاش اي قلق، لكن برضو الناس فضلت قلقانه بسبب المشاهد القويه اللي شافوها، وهوريها لكم في الفيديو ده. ودي كانت بعض المشاهد لدرجه ان في ناس صورت الزلزال بالصدفه من غير ما تحس اصلا وهم فاتحين الكاميرا، ولقوا البيت بيتهز، وناس تانية مجرد ما حست بالزلزال جريت جوه البيت وبدات تقول زلزال زلزال زلزال. يلا زلزال يا جماعه، زلزال. طبعا بما انك كنت نايم وما كنتش حاسس باي حاجه خاصه بالزلزال ده، كل الناس بتقول في اوقات الزلازل ما ينفعش ان حد ينزل على السلم او حد يركب اسانسير، بس من زمان كان بيتقال لنا ان احنا لازم ننزل تحت حاجه ناشفه، يعني تحت مكتب او تحت سفره، او نحافظ على نفسنا باي حاجه من فوقينا. بس اهم واغرب نصيحه اتقالت وهي انك اول ما تحس بالزلزال تجري على المطبخ. ايوه زي ما بقول لك تجري على المطبخ عشان تجيب اي حته سجق موجوده في الثلاجه، وتجيب السجق ده وتحطه في جيبك، عشان اول ما كلاب البحث تيجي تدور عليك بعد الزلزال تحت الانقاض هتشم ريحه السجق، وساعتها هتيجي تلاقيك بمنتهى السهوله. يعني من الاخر اللي اقترح النظريه دي عارف انه كده كده هيبقى تحت الانقاض. وطبعا المشاهد دي قلقت ناس كتير جدا، وعشان كده ناس كتير مستنيه هل هيبقى في توابع ولا لا. اولا واخيرا ربنا يسترها على الكوكب بتاعنا. انا عادل مجدي، شير كتير جدا الفيديو ده عشان ناس كتير بتسال ايه طبيعه الزلزال اللي حصل وليه حسينا بيه، ومستني رايك ضروري. هل انت من الناس اللي حست بالزلزال وكانت بني ادمين طبيعيين، ولا انت من الناس اللي زينا اللي كانوا نايمين وكل حاجه بتتهز حواليهم وهم في سابع نومه؟